كيبداو احداث الجزء الثاني مع سيونغ اللي غيكون صبغ شعرو بالاحمر وغيكون خارج من المطار حيت ما بقاش بغا يسافر عند بنته، وهو خارج غيدور ليه واحد من نيميرو بريفي وسولوه علاش خلى الطياره وما سافرش عند بنته الميريكان. قال لي سيونغ ما غاديش نسافر حيت غنقلب عليكم وننتقم منكم. وفي هذا الوقيته غنشوفوا جون هو البوليسي هو كيفيق من القلبه وغنعرفوا بلي عايش من بعد ما شارك في لعبه الحبار وهو مخبي كموظف في اللعبه باش يقلب على خوه الكبير، وجمع كاع الادله وتصور على الدغانيش اللي كيوقع في اللعبه، ولكن اكتشف بلي خوه هو الراس الكبير ديال اللعبه وقرر يقتلو باش ما يخرجش الاسرار. ومن بعدها بعامين غنشوفوا البوليسي جون هو وهو ولا بوليسي ديال السيركيلاسيون، ومن بعد غيكون جالس جون هو والشيف ديالو وهو معصب عليه حيت خلى بلاصتو في القسم التحقيق والجرائم وقرر يولي بوليسي ديال السيركيلاسيون. وهذا الشيء كله حيت حد ما تيقو بخصوص اللعبه المميته اللي شاف واكتشف فيها المشاركين كيموتوا الا خسروا، وديك الساعه سولو الشيف ديالو الا باقي عاقل على شكون ضربو بالقرطاس. سكت وتقفقف وقال ليه ما شافش شكون ضربو، وبالليل غيحلم سيونغ بالراس الكبير ديال لعبه الحبار وصل عنده ومع الريوسه ديال صحابو اللي كانوا معاه في الجزء الاول، وغيفيق من النعاس مخلوع وغنشوفوا رجع له الكحل شعرو وغيلقى شي حد كيصوني عليه. غيشوف كاميرا المراقبه وغيلقى سيوك اللي كان كيتسالو بزاف ديال الفلوس واللي هو ردهم ليه ملي ربح في لعبه الحبار، ولا مخدم يقلب ليه على داك الراجل اللي كيدخل الناس اللعبه وغيزيد لسيوك الفلوس باش يكمل التقلاب هو والرجال ديالو. من بعد سيوك غيرجع الطوموبيل عند الرجال ديالو وغيقول لهم خصهم يكثروا من التقلاب، وواحد من رجالو غيقول ليه سيونغ بحال مزنزن حيت عامين وحنا كنطلبوا ليه الفلوس وديما كيعطيهم لينا وحنايا كنقلبوا على واحد الراجل اصلا ما كاينش. ولكن سيوغ غيكون مصدق سيونغ حيت بزاف ديال الناس كان مسلفهم الفلوس وغبروا، وحتى سيونغ ماشي غير رد ليه الكريدي ولا حتى كيعطيه فلوس كثيره باش يلقاو ليه داك الراجل، ولا لقاو غياخذوا مليار وان اللي هي اكثر من 650 مليون ديالنا. الرجال ديالو في هذه اللحظه فرحوا وتحمسوا. في نهار ثاني غنشوفوا سيوغ وهو جمع الرجال ديالو باش يقول لهم المعلومات على داك الشخص اللي كيقلبوا عليه. خرجوا غيعطيو لاطاك للتقلاب في محطات المترو باش يسولوا الناس واش شي حد عرض عليهم يدخلوا في اللعبه، وكيقلبوا كاع الناس اللي لابسين كوستيم وهازين شنطه كحله. وجين هو غيكون كيقلب في الجزر اللي حدا البحر حيت بدلوا بلاصه اللعبه وبغى يعرف فين ردوها، ولكن مسكين ما غيوصل لوالو. غيدوز الايامات وغيبقى الحال هو وحتى واحد ما وصل شي حاجه. واحد النهار بلي سيوك هو واحد من رجالو طال عليه الزعف والدم بالصدفه غيشوف الراجل اللي كيقلبوا عليه وغيشوفوا نيت كيلعب هو واحد الدري كيف ما سيونغ قال لهم. غيهز سيوك التليفون ودول سيونغ وقال ليه جي دغيا عندي راه لقينا داك الراجل اللي كتقلب عليه. غيتصدم سيونغ وغيوجد السلاح ديالو وتحرك لجهتهم وقال سيوك يبقى تابعينه، وغيكون داك الراجل كيدور على كاع الطلبه والفقراء والمشردين وكيعطيهم يختاروا بين كيكه وورقه ديال القمر، والاكثريه كيختاروا الورقه وما كيربحوش. ومن بعد كيوقف قدامهم كيرميو لهم بزاف ديال الخبز وكيشتف عليه وكيقول لهم ضيعتوا الماكله من يديكم والاختيار ديالكم كان غلط. وديك الساعه كلشي غيكون دهشر على داكشي اللي كيدير سيوك. جبد التليفون ويصوروا وشد الطاكسي يتبعوا باش ما يتوضرش ليهم، وملي غينزلوا موراه غيشوفهم وغيبدا يبرطح فيهم بجوج. وفي هذا الوقيته سيونغ غيوقفوا البوليسي حيت كان غادي مجهد قيد ليه المخالفه خداه وهو ساكت. غيرجع البوليسي عند صاحبو جون هو وقال ليه هذا السيد اللي وقفتو في شكل، وملي غيشوف جون هو المخالفه في سميتمان غيتصدم ملي شاف سميت سيونغ. ومن بعد جون هو غيقلب على سيونغ في السجل المدني وقدر يتاكد من تصويرته انه هو سيونغ اللي كان مشارك في لعبه الحبار. موراها بشويه غيوصل سيونغ لبلاصه سيوك ولكن ما غيلقاش وغيشوف الدم في الارض وغيفهم الراجل اللي كيقلب عليه شفرهم. من بعد غنشوفوا داك الراجل وهو خاطف سيوك وصاحبه وكتفهم في الكراسي وسد ليهم فمهم، وغيقرر يلعب معاهم واحد اللعبه وغيقول لهم اللي خسر غيحط الفرجه على راسو وهو زهرو يجي القرطاسه في راسو واللي يكتب ليه عمر جديد، وهما بجوج غيكونوا داروها في سروالهم. غيلعبوا وخسر سيوك وغيقتلوا. في هذا الوقت غيوصل جون هو للبلاصه اللي خدام فيها سيوك ورجالو ويكتشف باللي كيقلب على داك الراجل اللي كيدخل الناس للعبه الحبار، وغيتخبى حيت شي واحد غيكون داخل وملي غيخرج غيرجع يكمل التقلاب ديالو وغيلقى في المجر الملف ديال سيونغ. وفي نفس هذا الوقت غيرجع سيونغ للبلاصه اللي ساكن فيها وغيتصدم ملي غيلقى داك الراجل لداخل وكيتسناه وغيسولو علاش ما ركبش في الطياره وما سافرش من بعد ما ربح في اللعبه. غيجاوبو سيونغ باللي بغى يتلاقى معاه باش يشكرو حيت دخلو في اللعبه اللي خلاتو واحد مرفح، وغيطلب منه يتلاقى مع ريوس الكبار ديال اللعبه حيت بغى يشكرهم. غيقول ليه داك الراجل نهار عرف باه في اللعبه واضطر يقتلو بقرطاسه في دماغه حيت خسر في اللعبه، ومن داك النهار لقى هاد الخدمه مناسبه ليه. وغيسولو سيونغ واش كيشوف راسو متميز حيت ربح في اللعبه. غيقول ليه سيونغ بلي عمرو غيفهم كيفاش كان الاحساس ديالو وكيفاش ربح ملي عمرو ما شارك في اللعبه. غيقول ليه داك الراجل باش يلعبوا واحد اللعبه بجوج وهي يحطوا قرطاسه في الفرجي ويديروا النوبه ويشوفوا شكون عنده الزهر وما تجيش فيه القرطاسه. وملي كانوا كيلعبوا غيقول داك الراجل لسيونغ الا بغى يتلاقى مع الراس الكبير ديال اللعبه غيلقى السرد في جيبو من غير ما يقتلو ويضيع الوقت، ولكن خاصو يعترف باللي شماته بحالهم. ولكن سيونغ غيتجاهل هضرته ويكمل اللعبه وغيقول داك الراجل باللي داير بحال شي كلب كيخدم سيدو وفي الاخر كيبقى كلب ما عنده حتى شي قيمه. وغتجي النوبه في داك الراجل وغيكون زهر عوج تيرا وتفرق عليه الراس.
وفي هذه اللحظه غيكون جون هو طوموبيلتو من بعد ما عرف بلاصه سيونغ، وملي سمع صوت القرطاس نزل دغيا وبدا كيقلب على سيونغ في كل بلاصه. غيلقى المساعد ديال سيونغ مربوط ومحطوط فوق الناموسيه واريان، وغيعرف باللي سميتو كيم. غيسولو على سيونغ وغيقول ليه كاين في الشومبر 410. وغيمشي جون هو لعند سيونغ وغيشوف الجثه ديال داك الراجل وغيجدو بتهمه الاشتباه ديالو بجريمه قتل. ولكن في نفس الوقت غيجي كيم وغيضرب جون هو على راسو، وغيقول سيونغ بلي هو كيم مساعد ديال سيونغ. غيقول ليه هذا الراجل قتل سيونغ، ديك الساعه غيكون مع سيونغ كارطه خاصه بلعبه الحبار لقاها في جيب داك الراجل ومكتوب فيها واحد العنوان. ومن بعد غيفيق جون هو مورا الضربه اللي نعسو بها كيم، وغيكون سيونغ جالس معاه وكيحاول يعرف منه كيفاش عرفو. وغيفكروا بالليله اللي طرات فيها مدابزه في بلاصه الناس ودخلوا الحراس باش يفكوها. غيتصدم سيونغ وغيفهم باللي هو واحد من دوك الحراس، وغيفهموا جون هو انه كان مخبي في وسطهم باش يلقى خوه. ولكن سيونغ ما تيقوش وغيقول ليه جون هو الا كيعرف شي واحد سميتو انهو حيت هذاك خوه. وغيتفكر سيونغ باللي بصح شي حد من الحراس كان سولو على هاد السميه. وغيسول جون هو سيونغ شكون هذا الراجل المقتول. غيقول هذا اللي كيدخل الناس للعبه وهو اللي قتل راسو في اللعبه اللي كان كيلعبها معاه. وغيقول ليه بلي كيقلب على المسؤولين على اللعبه باش ينتقم منهم ويوقفهم. غيعاود ليه جون هو انه شاف المسؤولين ديال اللعبه ملي كان خدام تما وكانوا مسمينو صعصع ولكن كان ديما لابس ماسك كحل. وغيقرر سيونغ باش يقلب عليه بوحدو. وغيقول ليه جون هو باللي الشارف قال لي هاد اللعبه مجوله للكليان والا وصل للكليان ديك الساعه اللعبه غتوقف وتسالي. وديك الساعه جون هو غيقول ليه حتى هو باغي يلقاهم بحالو حيت ما قدرش ينسى خوه كيف ما حتى هو ما قدرش ينسى الناس اللي ماتوا في اللعبه، ومن غير هادشي يقدر يعاونو. من بعد غيدي سيونغ جون هو كيم البيت اللي حط فيه الفلوس اللي ربح ووراهم السلاح اللي كان كيجمع هاد العمل باش يكون واجد للمرادخه. وغيوريهم البلاصه السريه اللي كان كيدرب فيها على السلاح. وغيطلب من جون هو يخرج من خدمته. غنشوفوا واحد البنت جات عند السمسار وسميتها نيول، وغنعرفوا جات تقلب على بنتها اللي عندها عام حيت كاينه في كوريا الشماليه. غيقول لها السمسار انه مستحيل بنيه عندها عام تبقى عايشه هادشي كله في كوريا الشماليه وحتى بلا امها ولا باها. وغيفكرها باللي هربات وجات هنايا ملي ضربات الشاف ديالها في الخدمه بالقرطاس، يعني كتعتبر مجرمه. وغيعتذر من نيول حيت جرحها بهضرته وعرف بلي الموضوع الام تنسى بنتها شي حاجه اللي هي صعيبه، ولكن خاصها تحاول بالخصوص ان بنتها اكيد ماتت. وفي بالليل غادي نشوفوا نيول وهي في طوموبيلتها هازات تصويرتها مع بنتها وراجلها وكتبكي. وهي كتبكي دق عليها واحد الراجل غريب وعطاها لاكارت ديال لعبه الحبار. وغادي تستغرب. الغد اللي غادي نشوفوا نيول وهي كتقدم الاستقاله وغنعرفوا باللي كانت خدامه في فرقه كوريا ديال الدراري الصغار. وهي خارجه غتشوف لابيلانس وكيحطوا فيها بنت صغيره مريضه سميتها نايول. وباها غيكون خايف عليها وغتمشي نيول للسبيطار وغتسمع الدكتور هو كيقول لنيول باللي مريضه بسرطان الدم. وللاسف لاسورانس ما غتكفيش باش تحمل المصاريف كلها. غتدخل نيول بتسالت عند البنيه وغتشد في يديها وكتشوف فيها بحب وغتخلي ليها طاقيه ديالها. وباللي غتصل بالرقم اللي عطاها داك الراجل وغتقول للراجل اللي جاوبها باللي باغا تشارك في اللعبه. وعطاتو سميتها وتاريخ ميلادها وقال ليها العنوان اللي غتمشي ليه باش تسنى فيه يديوها للعبه الحبار. في نفس الوقت غنشوفوا سيونغ جيب الدكتور وحيد ليه دراسات العقل وحط ليه في بلاصه دراسه بروفيزوار فيها جي بي اس. وغيخلصوا كيم وطلب منه يبقى ساكت وما يهضرش. وغنشوفوا سيونغ وجون هو والرجال اللي جابهم ليه كيم باش يعاونهم في الخطه. وغيقول لهم كيم باللي كانوا في القوات الخاصه في الجيش الكوري. غيتعرف سيونغ على القائد ديالهم كيم وغيتفق معاه على الخطه اللي غيمشيو عليها هو والتيم ديالو. غنشوفوا سيونغ مشى للعنوان اللي كان في لاكارت ديال لعبه الحبار وغيستغرب كيم حيت كاع الناس متنكرين. وغيقول له جون هو انه اليوم الهالوين. وغيدخل سيونغ وكيم من البلاصه اللي فيها الحفله. غيبقى جون هو كيتسناو في الطوموبيل وكيراقبهم من الجي بي اس اللي حط سيونغ في درستو. واحد اللحظه غيشوف جون هو اشخاص لابسين كومبيليزو احمر وماسكات وغيعرف بلي تابعين لعبه الحبار. غيهضر مع كيم باش يحضروه هو وسيونغ. وملي بغى يدخل للحفله منعو السيكوريتي وغيهدد واحد فيهم بالفرجي وخليه يدخل. وناري بنادم شحال كاموني قال لك بغى يدخل خليه يدخل. وفي الحفله غيجمع واحد من الموظفين اللعبه على كيم وضربوه بالضوء. اما سيونغ غيكون غادي وراه واحد منهم وغيلقى طوموبيل بيضاء كتسناه. غيركب فيها وغيمشي معاهم. غنشوفوا جون هو وغيقول لكيم والرجال ديالو تبعوا الطوموبيل البيضاء من بعد ما عطاهم الماتريكول ديالها. وفي الطوموبيل غيلقى باف على شكل نونوس وكيهضر منه القائد اللعبه وغيقول ليه باللي كان خاصو يسافر عند بنته. ولكن سيونغ ديك الساعه غيطلب منه يوقف اللعبه وغيقول ليه القائد كاع المشاركين اللي كيشاركوا بخاطرهم. وديك الساعه سيونغ غيعترض على هضرته وغيقول ليه باللي كيستغل الظروف ديال بنادم وكيلعب بالمشاعر ديالهم باش يشاركوا في اللعبه. جبد الفردي وحاول يقتل الشيفور وغيقول ليه المسؤول باللي داك الشيء اللي كيفكر فيه ما غاديش يطرا. وفي هذه اللحظه غنشوفوا شي حد كيطلق القرطاس على طوموبيل كيم والتيم ديالو باش ما يبقاوش تابعين الطوموبيل اللي فيها سيونغ. وديك الساعه غيقرر سيونغ يشارك في اللعبه عاوتاني. وملي ما وافقش القائد بدا يستفزو سيونغ وكيقول ليه اكيد خايف يخسر قدامه بحال الشارف رقم واحد. غيجيبوا القائد وغيقول ليه مادام انت اللي بغيتي تشارك فغنفذ لك الطلب ديالك. وفي هذه اللحظه غيخرج غاز مخدر في الطوموبيل وغنكتشفوا بلي القائد جالس حدا الشيفور ولابس ماسك ديالو
ورحب بالرجوع ديال سيونغ رقم 456 للعبه عاوتاني. وفي نفس الوقت غنشوفوا نيون وهي كتلبس اللبسه الخاصه بلعبه الحبار. والنهار ثاني غيفيق سيونغ من النعاس وغيلقى راسو في بلاصه لعبه الحبار وناعس على موسيتو ولابس الحطه ديال المشاركين، وغيشوف حداه المشاركين وهما غيفيقوا من النعاس. وغيتفاجئ سيونغ ملي غيلقى واحد من صحابو سميتو كونغي وغيعرف بلي مشارك في اللعبه. وديك الساعه كونغ بي غيتصدم ان سيونغ عايش وهو يسحب ليه مات حين غبر 3 سنين هادي وسمع حتى مو ماتت. وعاود كونغ بي لسيونغ انه طلق مراته وولدو ساكن معاها. غيقول لي سيونغ لا خاصك تبقى حدا ولدك وقريب ليه. غيستغرب كونغ بي من الطريقه ديالو. من بعد غنشوفوا المشاركين مشاو باش يبداو اللعبه ديالهم من الاولى اللي غتكون سميتها زندكرم الاميطاسيو جمد. وديك الساعه غيستغرب سيونغ علاش مازال ما جا عندهم كيمو جون هو. غيشوف الدرسه البروفيزوار اللي حطاه وغيكتشف باللي الجي بي اس اللي كان فيها تحيد ليه. غتكرم ليه السبوله ومشى لقدام باش يدوي مع كاع المشاركين. غيقول لهم هذه ماشي غير لعبه حيت الا خسروا غيموتوا، حيت هذه اللعبه غتكون فيها ديك المونيكا كترصد حركتهم فاش كتشوف فيهم، والا شي حد تحرك كيطير ليه الشقفه ديال راسو. وكلشي ديك الساعه كتمهزل به وكيحسبوه حماق وكيدير هكا باش يربح هو بوحدو. وديك الساعه غتبدا اللعبه وغتكون المونيكا كتحسب قبل ما تدور وتشوف شكون كيتحرك. سيونغ بغى يساعد المشاركين حيت فايت ليه لعبه وعارفها مزيان. وديك الساعه كونغ بي طلب من سيونغ يسكت حيت بدا كيخلعو. في نفس اللحظه غتوقف النحله على عنق مينا اللاعبه 196. من الخوف ديالها غتململ وتيراو فيها في الراس وغتموت. راه ما كاين غير اللي تفافى يجي في الزلافه. وغيقول سيونغ لكلشي بجد باللي ما يتحركوش ويخبيو فمهم وهما كيهضروا. من الخوف والتفتافه اللي جداتهم بداو كيتحركوا بزاف ديال المشاركين وبداو كيطيحوهم واحد مورا واحد. وغنعرفوا باللي نيون من الموظفين ديال اللعبه وهي المسؤوله باش تقتل اللي خسروا. وغيكون بات نيون حتى هو مشارك في اللعبه. وفي هذه اللحظه غنشوفوا القائد وهو كيتفرج في اللعبه من التلفزيون. وديك الساعه غيبدا كلشي كيتيق هضره سيونغ وكاين فضول اللي كيطلب منهم حتى كيوصلوا لخط النهايه. وملي كيشوف سيونغ واحد ضرب في رجليه وباقي عايش كيرجع عاوتاني للعبه باش يعاونو. وكتجي عنده حتى اللاعبه هيون شو رقم 120. وصلوا لخط النهايه ونجحوا، ولكن نيون غتقتل داك الراجل اللي عتقو حيت فاشل وما نجحش في المجهود ديالو. وغيتصدم سيونغ هو وهيون شو. ومن بعد اللعبه دخلوا الموظفين عند اللاعبين وغيكونوا خايفين منهم بزاف. وديك الساعه واحد من الموظفين كيبارك لهم حيت ربحوا في اول لعبه، ولكن ديك الساعه كاع اللاعبين كيطلبوا ويزاوقوا الموظفين باش ما يقتلوهمش. وغيقول لهم الموظفين باللي ما كيأذيو حتى شي واحد. وغيهضر سيونغ وغيقول لكلشي باللي البوينت 3 في اللعبه كيقول الا صوت كلشي باش تسالي اللعبه كتسالي وكيمشيو كاملين. ولكن للاسف ملي غيشوفوا اللاعبين الفلوس اللي تجمعات من اول لعبه من بعد ما ماتوا 91 واحد غيطمعوا ويقرروا يلعبوا اللعبه الثانيه حتى هي. وديك الساعه الموظفين غيبداو تصوت ويخليو المشتركين حريه الاختيار. وغيبدا سيون وغيصوت باش تسالي اللعبه وشويه غيشوف عدد الموافقين باش تكمل اللعبه كيزيد وغيدوي معاهم وكيطلب منهم يحضروا عقلهم حيت الا كملوا هذه اللعبه غيموتوا جمله. وديك الساعه اللاعبين غيتعصبوا عليه حيت كيامرهم شنو يديروا وشنو ما يديروش. وغيدافع كونغ بي على سيونغ وغيقول لهم كل ما سيونغ كون راه مشاو يحسبوا النعام في الاخره. وغيقول سيونغ هو شاعل باللي لعب هذه اللعبه من 3 سنين هادي وهذا الشيء علاش عرف شنو غيطرى في اللعبه وكاع دوك اللي كانوا معاه ماتوا. وغيفهم كلشي باللي سيونغ هو اللي يربح وهذا الشيء غيخليهم يزيدوا يطمعوا وقرروا يكملوا اللعبه. وفي نفس الوقت غيهدد واحد من الموظفين سيونغ حيت كيعطل التصويت. وملي غيطرى التعادل غيكون لاعب 001 هو اللي غيقرر ويختار يكملوا اللعبه. ديك الساعه غيصالي التصويت باش يكملوا اللعبه. وغنشوفوا ديك الساعه انه اللاعب 001 هو القائد وكيشوف سيونغ بدا حدي. وفي هذه اللحظه في الكورنا غنكتشفوا بلي الموظفين كيشرحوا الجثث ديال الناس اللي ماتوا باش ياخذوا منهم الاعضاء ديالهم ويبيعوهم. وغيتصدموا بلي اغلب الجثث اعضاء ديالها ما صالحاش باش تباع حيت داز وقت كثير باش ماتوا. وغيبلغ واحد من الموظفين المشرف وغيقول ليه بلي الجثه ميته بطريقه غلط وشي واحد اللي ضربهم بالقرطاس 2 ديال المرات باش يتاكد منهم بلي ماتوا. وغيسولهم المشرف شكون دار هكا. وديك الساعه غيقول ليه الموظف رقم 011 وغنعرفوا بلي هي نيول. ومن بعد غتوقف نيول عند المشرف وغيقول لها بلي عرفه انها هي اللي كتضرب القرطاس 2 ديال المرات على الناس اللي خسروا باش تاكد منهم بلي راه ماتوا. وقال لها ملي شافها النوب الاولى وهو كيشفق عليها وهذا الشيء علاش غيعطيها فرصه واحده اخرى. والقائد ما غاديش يعرف هذا الشيء اللي طرا. وغتقول ليه نيول بلي قالوا لها مهمتها هي تحيد اللي كيحسوا بالياس والمعاناه، ولكن الاتفاق دابا معاه تبدل والبلان ما طلعش هكا. وغيتعصب منها المشرف وغيقول لها باللي كيستعملوا دوك الاعضاء باش ينقذوا الناس اخرين. غتخليه نيول وتمشي. ومن بعد غنشوفوا جون هو وهو غادي للكوميساري كيطلب من الشاف ديالو يعاونو، ولكن الشاف ديالو غيكون معصب منه حيت قدم الاستقاله ديالته بلا ما يقولها ليه. ولكن واخا هكا غيحاول يعاونو. ديك الساعه غيمشي جون هو والشاف ديالو عند العميد باش يطلب منه جون يقلبوا على البلاصه اللي كطرا فيها لعبه الحبار. ولكن العميد غيتعصب عليه وغيقول ليه ما كاينش شي قضيه بلا دليل
وملي يكون عندك شي دليل ديك الساعه غنتيقوا به وغيخليه يمشي وهو معصب بزاف. ومن بعد غنشوفو كيم وهو جالس مع بارك القبطان اللي كيعاونه هو وجون هو باش يلقاو الجزيره، وغيبقى كيم كيعاود ليه لا سيون واللعبه. ومن بعد غتبدا اللعبه الثانيه وغيكتشف سيون بلي اللعبه الجديده مطلوب منهم باش يتقسموا الفرق مكونه من 5، وكيتقاسموا المشاركين مع سيونغ حيت يحسب لهم باللي كذب عليهم حيت كان قال لهم اللعبه الثانيه هي اللي فيها مثلث ودائره ومثل، وغيدافع عليه لاعب 001 وغيقرر يكون في نفس فرقته وغيكون معاهم كونغ بي ودايهو. وديك الساعه غيكون ناقصهم شخص واحد وغيتفاجئوا بجون هي كطلبهم تدخل معاهم في الفرقه حيت حامله ومحتاج للمساعده. وفي نفس هذه اللحظه غيكون كيعاني المشترك يونغ سيك حتى حد ما بغى يدخلوا معاه، وهذا الشيء حيت مع امه وغطلب منه امه يخليها ويدخل لاي فرقه ولكن غيرفض يخليها بوحدها. وفي الاخر غيلقاو فريق ناقص وغيدخلوا ليه. وديك الساعه غتبدا اللعبه ومن بعد ما كملوا الفراقي وغيقولوا لهم الموظفين اللعبه كيفاش غتلعب، وغيقولوا لهم كاينين 5 ديال الالعاب مصغره وكل واحد من الفرقه غيستي وحده وخاصو يربح فيها باش يخلي فرقته تربح، ولكن رجليهم غتكون مربوطه مع بعضياتهم. وغيبدا الخوف باين في وجههم وهما كيشوفوا شي فراقي خسروا وكيقتلوهم، وكيجي الموظفين ياخذوا اللي ماتوا في صنادق. وديك الساعه نويون غتلقى واحد باقي فيه الروح غتكمل عليه، ومن بعد ما تجي النوبه في الباقي وغيتقدم يونغ سيك يخترع طريقه ذكيه باش يمشي وهي يمشيو بالعكس باش يكسيريو وما يضيعوش الوقت. وغتقدر مات يونغ سيك تنجح في اللعبه ديالها واخا كلشي كان شاك فيها حيت هي مازال شارفه، وغتقدر فرقتهم تربح وغتكون الفرقه الاخرى هي ديال سيون. لعبه مورا لعبه كيربحوا فيها، ولكن اللاعب 001 خسر في اللعبه ديالو 2 ديال المرات وغطلع عليه وبقى كيضرب في راسو وكيحاول سيون يثبتو ويشجعو تقدر حتى هو ينجح فيها. وقدر الفريق ديالو يتزقل من الموت، ولكن غيتصدموا من الفرقه اللي كانت قبل منهم ماتوا. ومن بعد غنشوفوا 2 من الموظفين كيتهجموا على نيويورك في بيتهم معصبين حيت كتقتل الجثث بطريقه غلط وكتخلي الاعضاء ديالهم ما صالحاش للبيع، وغتحاول تضربهم وتهرب منهم ولكن غيشدوها وغيجرحوها في وجهها بالموس وغيهزوها الى الغلطات عاوتاني غيقطعوا ليها صباعها. ومن بعد الموظفين بلغوا المشتركين ان المبلغ اللي جمعوا من 2 اللعبات هو 20 مليار وان، وغيتقلقوا المشاركين من الرقم حيت صغير واخا مات في اللعبه الثانيه 110، وغيقولوا لهم الموظفين انهم يقدروا يصوتوا عاوتاني واش يكملوا اللعبه ولا يحبسوا. وغيبدا اللاعب 001 بالتصويت وغيختار هذه المره اللعبه توقف، اما يونغ سي غيوافق باش يكملوا اللعبه، وهذا الشيء غيخلي مو تصدم منه. وغيلاحظ اللاعب 001 انه الناس بزاف باغيه تكمل واخا ماتوا الناس بزاف قدامهم، وغيتعصب عليهم ويسولهم كيفاش باغيين يكملوا وغيسالي التصويت وغيغلب الراي ديال اللي بغى يكمل. وغيحس يونغ بالياس. ونهار ثاني غنشوفوا جون هو جامع 2 ديال الفراقي، واحد غيتحرك مع الكابيتان بارك والاخر مع الكابيتان كول، وغيقول جون البارك انهم خاصهم يلقاو الجزيره قبل ما تسالي 6 ايام حين ديك الساعه غتكون لعبه سالات. وديك الساعه غيعرفوا المشتركين ان اللعبه الثالثه غتبدا من بعد شويه، ويكتشفوا باللي هي عباره على واحد المنصه كيكونوا فوق منها وهي كدور وهي اللي كتقول ارقام، والمهمه ديالهم هي يتجمعوا الفراقي مطابقين لذاك الرقم ويدخلوا للبيوت اللي كاينين ويسدوا البيبان، وهذا الشيء في 30 ثانيه. وديك الساعه غيكونوا كاع اللاعبين كيفكروا كيفاش يشكلوا الفراقي من طبق الرقم اللي غيتقال. وديك الساعه غتبدا المنصه كدور وغتوقف وغيسمعوا الرقم 10 وقدامهم 30 ثانيه باش يشكلوا فيها فريق مكون من 10 وغيدخلوا للبيت ويسدوا عليهم. وديك الساعه غنشوفوا كلشي كيجري وكيتابز وغيتعصب سيونغ ملي شاف المشاركين اللي خسروا كيموتوا بقرطاس الموظفين مره مورا مره. اللعبه كتزاد كتصعب وغيبداو يدخلوا مع بعضياتهم من البيوت باش يجيبوها مع الرقم. وفي واحد المره غيجي الرقم 3 وغنشوفوا 2 كيجروا يونغ سيك من امو وغتبقى بوحدها حتى غيشدها سيونغ هو واللاعب رقم 001 وغيدخلوها معاهم. وديك الساعه 001 غيسولها فين هو ولدك وغتعصب عليه حيت غتحس به كيقصد ولدها خلاها بوحدها وغتقول ليه بلي ولدها قلبو ابيض. ديك الساعه ملي خرج كلشي من البيوت غيكون يونغ سيك حشمان حيت خلاها مو بوحدها وما رجعش عندها عاوتاني. وفي ديك اللحظه كتحاول مو باش تهديه، وفي الطرح اللي مورا غيدخل يونغ للبيت من البيوت في بلاصه يونغ مي وغتموت ديك الساعه حيت خسرات. وهادشي غيخلي مات يونغ سيك تبكي وتنوح هي وكاع اللي معاها حيت يونغ مي كانت تبان ظريفه وكتبغيهم. وفي الطرح اللي موراها غنشوفوا يونغ بي وهو مع اللاعب 001 في نفس الغرفه حيت الرقم اللي كان هو 2 وحيت كان زاد معاهم واحد غيقتلوا اللاعب 001 بعنف. وهادشي غيخلي يونغ بي مدهشر من هادشي اللي شاف. وملي سالت اللعبه غيقولوا الموظفين المشاركين باللي غيديروا التصويت عاوتاني باش الا بغاو يوقفوا اللعبه قبل ما يبداو اللعبه الرابعه وغيبداو المشاركين في التصويت. وغيفرح سونغ حيت اللي بغاو يوقفوا اللعبه
زاد شويه، ولكن كونغ بي مقلق على اللاعب 001 حيت حاس غيكمل اللعبه، ولكن غيختار اللعبه تسالي، وديك الساعه غتكون النتيجه تعادل. وغيقول لهم الموظفين في هذه اللحظه غيتم اعاده التصويت، ولكن غيخليهم مع بعضياتهم واحد شويه يفكروا. من بعد غنشوفوا تانوس هو كيحاول يقنع مينسون يبدل التصويت ديالو ويصوت باش يكمل اللعبه، ولكن ميونغ غيتدخل وغيطلب من تانوس يبعد على مينسو، وغيبدا تانوس يستفز ميونغ بعشيرته وغتنوض المقارعه بيناتهم. وغيضرب طانوس ميونغ، ولكن في هذه اللحظه ميونغ كان في جيبو فرشيطه ضرب يديه ليها ورش كاع في عنقو. في هذه اللحظه غنشوفوا جون هو والقائد لقاو واحد الباب في الارض في جزيره من الجزر، وملي مشاو للباب وحاولوا يحلوه تفرق عليهم وغيرجعوا للباطو عاوتاني. وغيفهم جون هو وكيم انه المسؤولين على اللعبه عارفين التحركات ديالهم وحاطين لهم مصيده في كل بلاصه. وغيقرر جون هو باش ما يخدموش بالتليفونات ديالهم ويخدموا بالطولكي وولكي حسن. وفي هذه اللحظه غيكون ميونغ مرعود ومخلوع من داكشي اللي دار لطانوس حيت قتلو. غيدخل الطواليت ويسد عليه، وغنشوفوا ديك الساعه كاع المشاركين كيتابزوا وغتوصلوا بهم للحاله يقتلوا اي واحد شافوه. وديك الساعه الموظفين غيكونوا قدام الطواليت وزاكيدو مخلي المشاركين يقتلوا بعضياتهم. من بعد غنشوفوا دوك اللي باغيين يكملوا اللعبه وهذوك اللي ما باغيينش يكملوا اللعبه يتغاوتوا وكيتهزوا، وشويه كل واحد جلس بوحدو وكل واحد كيفكر في الخطه باش فرقته هي اللي تربح التصويت. وديك الساعه غيقترح سيونغ يحاربوا الموظفين وياخذوا لهم سلاحهم، وغيعارضوا اللاعب 001 حيت شاف الموظفين العدد ديالهم كبير ويعني غيكون معاهم بزاف ديال السلاح. وغيقول لهم سيونغ باللي هذه فرصتهم الاخرى باش يوقفوا اللعبه ويساليوها. وفوق النعاس غنشوفوا مجموعه من المشاركين وهما كينزلوا تحت الناموسيات باش يتخبوا من الفراخين اللي موافقين يكملوا اللعبه. وفي هذه اللحظه غنشوفوا المشاركين قالبين هليكا وكيقتلوا في بعضياتهم بلا تفكير ولا تردد. وغنشوفوا سيونغ ديك الساعه هو مخبي تحت الناموسيه وما كيتحركش، وغيكون كيتسنى يبانوا ليه الموظفين حيت الا ماتوا بزاف ماشي من مصلحتهم حيت ما غيكونوش المشاركين باش يكملوا اللعبه. وفعلا واحد شويه غيتموا داخل الموظفين وغيخلعوا المشاركين. وديك الساعه كيمثل سيونغ باللي مات هجم على واحد الموظف وغيدير بحالو دايهو وكونغ بي، وقدروا ياخذوا الفراده من عند الموظفين وضربوهم به. وهادشي غيخلي المشرف يحماق وطلب من الموظفين يخرجوا ويسدوا البيبان، ولكن سيونغ وصحابو غيشدوا شي وحدين منهم وغيمنع سيونغ واحد من اللي معاه باش ما يقتلش الفرقه اللي بغات تكمل اللعبه. وخا قتلوا بزاف ديال الناس اللي كانوا رافضين يكملوا اللعبه. وغيهرس سيونغ الكاميرات كلهم وغيوقف ويهضر مع كاع المشاركين وغيقول لهم سيونغ باللي يهجموا على المسؤولين اللي كيتابعوهم من الكاميرات. وغيهضر كونغ بي وغيقول كلشي باللي خايف بحالهم، ولكن هذه فرصه الوحيده باش يهربوا. وغيتشجعوا كاع اللاعبين وغينضموا لسيونغ. وديك الساعه غيخلي سيونغ الموظفين اللي شدهم يحيدوا الماسكات ديالهم ويبينوا وجههم، وغياخذوا واحد منهم باش يوريهم بلاصه المسؤولين ديال اللعبه. ولكن ديك الساعه غيهجموا عليهم الموظفين اللي عندهم الفراده وما كاين غير تيري المعلم، وغيحضرهم المرشد باش ما يخلوش المشاركين يوصلوا للبلاصات ديال الاداره. ولكن سيونغ اللي معاه غيقدروا يهربوا منهم. وديك الساعه الموظفين اللي مع سيونغ غيوصلوا الطريق ديال الاداره وغيقول ليه خاصو يلبس الماسك ديالو باش يقدر يدوز من النظام الامني. وديك الساعه غيتشيروا للموظف الشقفه ديال راسو وغيتخبى سيونغ واللي معاه، وحتى هما غيضربوا القرطاس على الموظفين وغيشد القناع من الموظف اللي مات. وغيهرب هو وكونغ بيه باش يقلبوا على بلاصه الاداره براسهم وغيحلوا باب مورا باب، ولكن ما لقاو والو. وغيلبس سيونغ الماسك قدام الكاميرا وديك الساعه غتحلي الباب اللي كتوصل للاداره. وفي نفس هذا الوقيته غيكون المشرف كيشوفهم من الكاميرات المراقبه وغيطلب من الموظفين باش يشدوهم، وغير غيشوفوا الموظفين سيونغ وصحابو غيبداو يتيروا فيهم. ولكن سيونغ غيكون ناضي وقافز وكيهز من الموظفين اللي ماتوا الفرادات ديالهم. وفي هاد اللحظات غنشوفوا اللاعب 001 هو كيشوف في الكاميرا، ومن بعد غيوصل للبلاصه اللي فيها سيونغ وكونغ بي. وديك الساعه غيعطيه سيونغ العماره ديال السلاح باش تكون عنده احتياط. وفي هاد الوقيته غيكون دايهو كيجمع العماره من الموظفين اللي ماتوا، ولكن غيحس بالصوت ديال الفراده غادي وكيتزاد وغيخاف بزاف وقرر يتراجع وينسحب. غيرمي الطولكي وولكي في الارض وما بقاش كيجاوب صحابو. وفي نفس هاد الوقيته ملي غيبعد اللاعب 001 من سيونغ غيقتل دوك اللي معاه وغيهضر مع سيونغ من لاسيلكي اللي معاه وقال ليه هكا صافي سالا كلشي، وسمعو كيتيري بالقرطاس في اللاعب اللي قدامه. وغيتصدم سيونغ ديك الساعه ما غيفهمش شنو واقع وغيحسب ليه الموظفين قتلوا اللاعب 001 واللي معاه. وديك الساعه في الباطو مولدرو غيشوف بارك هو كيلعب ليه فيها غيشك فيه ديك الساعه، وهادشي غيخلي بارك يضربو بجنوي ويلوحو في البحر. وفي نفس الوقيته غيجي كيم وغيقول لبارك سمع شي صوت بشي شكل، وغيكذب عليه بارك وغيقول ليه حتى هو سمع شي صوت وجا بحالو بيشوف شنو كاين، وغيوهمو باللي الصوت الموج. وغنشوفو ديك الساعه بزاف ديال المشاركين تصابوا والوقت خياب لدرجات واحد كيتيري في راسو وينتحر. وديك الساعه غيبلغوا سيونغ باللي غيستسلموا، ولكن الموظفين غيقتلوهم في نفس هذه اللحظه. وغيقرر سيونغ وكونغ بي يستسلموا حتى هما حيت بقاو بوحدهم. وغيبان القائد وهو لابس الماسك كحل وغيقتل بالفردي ديالو كونغ بي قدام سيونغ، وهو كيقول ليه هادشي نتائج ديال الاغلاط ديالو. غيتعصب سيونغ وغيبقى كيبكي على صاحبو اللي مات قدام عينيه. هنا غيسالي الجزء الثاني وخلاو نهايه مفتوحه، يعني غيكون الجزء الثالث، ولكن مع
اعلنوش عليه امتى غيتلاح، ولكن حنايا هنايا وقت ما غيتلاح غنديروا ليه حتى هو مرخص. حتى لهنا غنقول لكم ما تنساوش ديروا لنا ابوني ولايك وخلينا في الكومونتير افلام اللي مجينا في المستقبل. حتى لهنا غنقول لكم تهلاو.